سنأتي إليكم سنستمد منكم القوة والعزيمة والحماس ونشعر أن مصر قادرة أن تغير. مصر منذ شهور قليلة قلت لكم مصر حبلى الشهر الثامن في اليوم 29 في الساعة 23 وقد كان ميلاد جديد في مصر يوم 25 يناير، ميلاد لمصر جديدة، مصر حقيقية، مصر قادرة أن تصنع المعجزات. أنا الحقيقة النهارده مش جاي غير إن أنا أنحني لشهدائنا ونترحم على أرواحهم ونتعاهد معكم ومعهم أن تبقى ثورة مصر ثورة من أجل النهوض بهذا الشعب. انطلقت صفحة سوداء من تاريخ مصر، ولكن الأصعب هو القادم. الأصعب هو إنقاذ مصر مما آلت إليه الأوضاع خلال 30 سنة من الفساد والاستبداد والعناد الذي وصل بنا إلى ما وصلنا إليه. أنا كنت اليوم في مكتب النائب العام قبل ساعات قليلة من صدور القرار بالتحفظ على أموال محمد حسني مبارك وجمال حسني مبارك وعلاء وتجاري وزوجات علاء وجمال. الله أكبر. أنا الحقيقة النهارده حسيت إن إحنا مش بس بنسترد جزء من فلوسنا، إن إحنا بنسترد جزء من كرامتنا، جزء من إحساسنا إن هذا الوطن وطننا وهذا البلد بلدنا، وأن الذي كان يحدث في مصر كان سوء العقل. وأعتقد أن مصر ستسترد عقلياتها الكونية. وأنا بقول ليست المسألة عودة أموال لا حصر لها، لكنها عودة قيمة هذا الوطن لهذا الوطن، قيمة الانتماء والشرف، ان احنا قادرين نقدم العبرة. بالقطع انا مع من ينظر بعين القلق لحكومة جديدة بوجود قديمة. بالقطع انا مع من ينظر بعين القلق ان هناك بعض المطالب الثورة المصرية لم تكتمل ملامحها بعد. انا معكم في هذا، لكني انظر بعين الشرف لقواتنا المسلحة التي اتخذت موقفا بطوليا وحاسما انحيازا لإرادة الشعب. ما زلت اذكر تلك الصورة لذلك الرجل الذي يمثل القوات المسلحة عندما وقف اللواء الفنجري، عندما وقف امام شاشات التلفزيون وهو يعظم تعظيم سلام لأرواح شهدائنا. الدموع خرجت من عيون المصريين كلهم، لأن شعرنا ان احنا كمان بنسترد جزء عزيز من بلدنا وهو قواتنا المسلحة، بنستردها لساحة العمل والشرف. وفي هذا اليوم قلنا هنمد ايدينا وهنتعاون. وفي هذا اليوم وانا بجلس معكم في السويس واجد قيادة كبيرة من القوات المسلحة تجلس في الصف الاول تشارك ابناء السويس احتفالهم بثورتهم وتقبلهم لشهدائهم. تسمحوا لي باسمكم ان انا اعمل تعظيم سلام لقواتنا المسلحة العظيمة دائما والمشرفة دائما. ومصر دائما بلد عظيمة، عظيمة برجالها وأبطالها وشهدائها، عظيمة باسمتها التي كانت دائما بلد الصمود. أنا الحقيقة مش عايز أتكلم أكثر من هذا، حرصا على الوقت وحرصا على الأساتذة الكرام
كلنا شوق لأن نسمعه. بقول لكم يا اخوانا الطريق. انت جيت متأخر شوية زي انت جيت متأخر زي انا الحقيقة مش بدعو لدقيقة واحدة حداد، انا بدعو لدعوة اخرى بعد اذنكم. انا بدعوكم جميعا ان نبدأ حملة شعبية بأموالنا، مش بأموال الحكومة، وهي أموالنا أيضا، لبناء نصر تذكاري لشهداء السويس في أعظم ميدان من ميادين السويس. وأنا أقول لكم أنا أول المشاركين في هذا المشروع، لأن إحنا بنصنع تاريخ جديد. السويس دائما تذكر تاريخ عظيم وكبير وكريم. أنا بدعوكم جميعا إن إحنا نجسد حدادنا وحزننا على شهدائنا في صورة شاهد كبير يستطيع أن يقف عبر التاريخ لينوي لأجيال قادمة كيف دفع هؤلاء الثمن من أجل حريتنا. تحيا الحرية وتحيا مصر حرة ويحيا الشعب المصري شعب عظيم وكبير وكريم وحر. وشكرا للسويس مرارا وتكرارا. شكرا.